كان لازم اعمل كده. عملت اكبر صينية بيتزا في البيت عشان افرح اولادي في اخر يوم امتحانات اليوم، وقلت لازم نختمها بحاجة تفرحهم وكافئهم كلهم هم واصحابهم. والفرحة كانت مش طبيعية. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لي لايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد من مطبخ سمكة وشهد. انا هنا عندي حوالي 3 4 معالق من السكر صغيرين، ان انا هعمل بيتزا اكبر صينيتين عندي، وكل صينية مقاس 50. تمام. فانا عايزة ايه؟ الخميرة دي تكفي عندي 2 كيلو من الدقيق. هحط هنا على الخميرة 3 4 معالق سكر وكيسين من الخميرة الفورية. تمام. وهضيف عليهم كوباية مية دافية زي دمعة العين كده، عشان خاطر انا عايزة اعمل هنا اختبار للخميرة عشان اشوف الخميرة معايا ناجحة ولا لا. عشان خاطر اللي انا ايه ما اجي اضيفها على العجين، لو هي مش ناجحة العجين ما يبص مني. تمام. هديها تقليبة كده دوب السكر حلو واركنهم على جنب. هقولك على طريقة عجينة سهلة جدا، السهل الممتنع، تعمليها وتطلع معاكي انجح فعلا عجينة ممكن تعمليها. هتجيبي عندك اي نوع دقيق. تمام. ويا لو يفضل دقيق بتاع ايه مخبوزات. انا هعجن هنا في العجين. عايزه تعجني على ايديكي مفيش مشكله بنفس الخطوات، بس انا بامانه ربنا عندي مشكله في ايديا، فما بعرفش اعجن على ايدي، ان انا عندي الاعصاب بتاعت ايديا ايه تعبانه شويه. فانا ايه بستسهل في العجين. جبت هنا حله العجان وابتديت ان انا انخل الدقيق. لازم اي نجاح عجينه عندك او اي نجاح عايزه اي حاجه تعمليها وتطلع معاكي ناجحه وكويسه، لازم تنخلي الدقيق. دي خطوه ايه اساسيه. انا هنا كنت نخلت 2 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم ايه معلقه من البيكنج باودر. تمام. ادي كانت اخر معلقه عندي حطيت. وحطيت عليهم ايه حوالي معلقه كده ممسوحه من الملح. تمام. هضيف عليهم ايه بقى؟ كوبايه زبادي. الزبادي هنا بصي بديل للبن، بديل لاي حاجه، بيخلي معاكي ايه بقى قوام العجينه حلو جدا. كوبايه الزبادي دي كانت عندي مركونه في التلاجة يومين 3، بس هي كانت متغطيه يعني ما فتحتش الغطا بتاعها. وايه وقلت ايه لا هستخدمها في العجينه. تمام. هنا بقى بصوا اختبار الخميره حلوه ازاي. هنا تعرفي ان العجينه بتاعتك اللهم بارك هتطلع معاكي حلوه، عن ما انا اما اضيف الخميره على الدقيق مباشره واتفاجئ بعد كده ان الخميره ايه مش شغاله. فاحنا ايه الخطوه ديت سهله جدا، وهتعمليها في دقيقه واحده وهتنجح معاكي الى الدقيق، وانت يبقى كده ضمنتي ايه نجاح العجينه. هنزل الخميره هنزل بيها على الدقيق. تمام. انا كل ده هنا كده ايه مضفتش ولا زيوت ولا ضفت اي حاجه. انا كل اللي ضفته الدقيق والزبادي ورشه الملح ومعلقه البيكنج باودر والخميره. تمام. هديهم تقليبه كده ان انا عايزه الدقيق كله يتغلف بالايه بالخميره وبالمواد اللي انا ايه حطيتها. تمام كده. هجيب عندي ايه بقى؟ هجيب عندي الزيت وهجيب عندي ميه عاديه خالص من الحنفيه. تمام. بصي دي كوبايه ايه زيت. هنزل دي كانت حوالي كوبايه الا ربع، مش كوبايه، كانت كوبايه الا ربع. هنزل بصي بالزيت واحده واحده كده واقلب. تمام. ان انا عايزه حبات الدقيق كلها تتغلف بالايه بالماده الدهنيه عندي. عايزه تستخدمي زيت زيتون ماشي، بس ايه مش مستحب قوي يعني. تمام. ريحه زيت الزيتون هيكون باينه فيها. يعني انا استخدمت ايه استخدمت نص كوبايه الزيت، ما حطيتش ايه الكوبايه الا ربع كلهم. تمام. وفي نفس البوله اللي هي بتاعه الخميره جبت فيها الميه وقمت ايه بتبصي بنزل بالميه واحده واحده. انا مش هقدر هنا اقول لك هو الدقيق خد قد ايه ميه. تمام. ان كل دقيق حسب الايه الامتصاص للميه بتاعته.
بس اهم حاجه اللي انت تنزلي بالميه واحده واحده وتعجني، عشان خاطر الدقيق ما يبقاش ايه، ما تنزليش بكميه الميه كلها مره واحده، فيبقى عندك الدقيق يصبح عندك سايل، فتحتاجي ان انت تحطي دقيق تاني. مش هنفضل بقى نضيف في ميه ونضيف في دقيق، نضيف في ميه ونضيف في دقيق. فلا، فاظبطي مقاديرك من الاول وامشي بالخطوات واحده واحده، عشان تطلع معاكي نتيجه مرضيه وترضيكي. تمام. فرحي ولادك، فرحي اهل بيتك، اعملي لهم اي حاجه بسيطه، كافئيهم ان هم تعبوا جدا في السنه الدراسيه ديت، وكانت سنه دراسيه فعلا كانت تقيله فعلا على اولياء الامور وعلى الطلبه وكل حاجه، وخاصه لما يكون عندك لسه حد داخل مرحله تعليميه جديده، او بيتنقل من مرحله لمرحله، فبتلاقي ايه انت ذات نفسك مضغوطه، وايه والاطفال بتوعك ايه مضغوطين. فانا قررت ان انا افرح ولادي واكافئهم. تمام. انا هنا بقى ربع كوبايه الزيت اللي باقيه، كانت خلاص العجينه خدت كفايتها من الميه، فقلت هلم العجينه بالايه بربع كوبايه الزيت اللي باقيه. هفضل انزل بالزيت ايه واحده واحده كده لحد ما العجينه كلها تتلم معايا. تمام. مش شرط اللي انت تعملي حجم صينيه بيتزا كبيره او واو يعني فخمه، لأ، اعملي بقد الإمكانيات اللي موجودة عندِك في البيت، وإن شاء الله تعملي أصغر صينية عندِك. المهم إن الأولاد يحسّوا إن في إيه، مكافأة أو في حاجة تشجيعية. بُصّي هنا العجينة كانت بتتلم معايا، وكنت إيه، مشغّلاها كده على سرعة وسط، عشان خاطر عايزة العجينة فعلًا تتخدم، عشان تطلع معايا زي ما قُلت لِك إيه، هشة وقطنية. واللهم بارك، فعلا مش شكرانيا في نفسي، من انجح انواع العجينة البيتزا اللي انا بعملها، سهلة جدا وبتطلع معايا فعلا ناجحة، من اول مرة تقدري تعمليها تطلع معاكي ناجحة. بص لو كنت هنا وقفت العجان خلاص، انا بصي العجينة دي هتبقى ملزقة معاكي ايه، بصي شوية، مش اشكال عايزينها كده. تمام. كل ما العجينة تبقى ملزقة معاكي سنة، هتبقى العجينة طالعة معاكي ايه اللهم بارك حلوة. هنا كنت بليت ايديا مسحة كده من الزيت، وابتديت اللي انا الم ايه العجينة كلها. طبعا اكيد الفيديو موضح نفسه وانت شايفة شكل العجينة عاملة ازاي. تمام. هركنها بقى على جنب. بصي انا خدمتها كده ولميتها كلها بايديا، هسيبها في حلة العجان زي ما هي، او في الحاجة اللي انت بتعجني فيها مفيش اي مشكلة. احنا مش هنوسخ 100 الف حاجة يعني، عشان خاطر نعمل ايه عجين او نعمل بيتزا. فاحنا برضو عايزين نقلل ايه آه الموارد بتاعتنا والاستخدامات بتاعتنا، ما نوسخش 500 الف حاجة. انا هنا كنت غطيتها بشنطة بلاستيك وركنتها على جنب. اي بواقي عندك في التلاجة تمام مفيش مشكلة. ده كان عندي شوية فلفل كده رومي، على قرن فلفل احمر الوان، على قرنين فلفل اخضر قطعتهم، على ربع كيلو سجق كده حمرته بمعلقه سمنه. عملت صلصه البيتزا حلوه جدا عملتها في البيت. بصي بقى اللهم بارك، بص الخميره طلعت ازاي، دي بعد قد ايه، بعد ربع ساعه من عمايل العجينه. تمام. وحمرت كده ايه بطاطسايه صوابع، وشويه زيتون كده كانوا عندي اخضر على اسود، فاهمة؟ كده يعني مشي الدنيا عشان الدنيا تمشي ايه معاكي. دي كانت الصينية دي مقاس ايه، كانت مقاس 50 او 55 حاجة زي كده. تمام. هدي الصينية مسحة من الزيت، وهقولك على صلصة البيتزا انا عملتها ازاي. جبت نص كيلو من الطماطم، عليه غسلته وحطيته في حلة، عليه 3 4 فصوص من الثوم، عليه بصلاية، ومعلقتين زيت، وسبتهم على النار مع ربع نص كوباية مية، سبتهم على النار لحد ما يغلوا ويتسبكوا على الآخر. بعدين ضربتهم في الخلاط وصفيتهم، وبعدين رجعتهم على النار تاني وحطيت لها شوية زعتر وشوية فلفل اسود وملح ومعلقتين 3 من الزيت، وسبتهم لحد ما يتسبكوا وتقلوا. بصي هنا العجينة اللهم بارك، بصي انا قسمتها، بصي العجينة زي قطعة الملبن في ايديكي. تمام. انا قسمتهم كده ايه على الصينيتين. هاخد العجينة دي هخدمها كده شوية بايديا، وابتدي اللي انا ايه افردها في الصينية. تمام. اديت هنا الصينية
كل صينية مسحة كده من الزيت. وبصي وابتديت اللي انا افرد فيها العجينة، كانت مطاطية وحلوة جدا وبتتفرد بكل سهولة. والله 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 لو جربتيها بالطريقة دي عمرك ما هتشتري بيتزا تاني من بره. انا هنا سبتها الصينيه التانية ما فردتها، سبتها حوالي 5 دقايق ترتاح كده شويه والعجينه تاخد وضعها مع عقبال ما افرد الصينيه التانية. تمام كده. فردتهم كده الاتنين بنفس سمك الصينيه، وخليت السمك بتاعهم حلو والارتفاع حلو، يعني ما خليتهوش الارتفاع عالي، لا الارتفاع كان حوالي مثلا حوالي نص سنتي او سنتي الا ربع. تمام. هنا بقى اهم خطوة، اهم خطوة، اهم خطوة. بصي قلت لك 3 مرات اهم خطوة. تجيبي عندك شوكة وتبتدي اللي انتي تغزغزي كده العجينة. ليه يا حبيبة قلبي الخطوة دي مهمة؟ عشان خاطر العجينة تطعم معاكي من الصلصة. دي اول نقطة. تاني نقطة عشان خاطر العجينة ما تقبش معاكي في الفرن. تمام. تفضل العجينة متماسكة كده بنفسها وبوضعها، ما تلاقيش العجينة اتنفخت من مكان ومكان لأ. بصي انا فضلت اغزغز فيها كده مرة واتنين، وبتفضلت رايحة جاية عليها رايحة جاية عليها. هسيبها ترتاح كده سيكة مع عقبال ما اعمل الصينية التانية زي ما انت شايفة كده. امسكي الشوكة وافضلي رايحة جاية جاية رايحة كده عليها. هجيب عندي بعد كده صلصة البيتزا. صلصة البيتزا حلوة جدا وموفرة، وعملناها في البيت وبدون اي مواد حافظة. ما عندكيش صلصة بيتزا وعندك بطرمانات اللي هي الصلصة العادية المعلبة، مفيش مشكلة. تمام. عندك كاتشب حطي، بس دي كلها اضافات ما بتديكيش الطعم الاصلي بتاع البيتزا، او اللي بتقولي واو ده احنا جايبينها من بره ده طعمها خطير. لا، عايزه تعمليها بنفس طعم بره والتكنيك بتاع بره، امشي على الخطوات ديت زي ما قلت لك. هتجيبي نص كيلو طماطم، هتغسليه وهتحطي عليه بصلايه صغيره وثلاث اربع فصوص ثوم ومعلقتين زيت ونص كوبايه ميه، وسيبيهم على النار لحد ما يتهروا خالص. تمام. وبعد كده اضربيهم في الخلاط وصفيهم، رجعيهم على النار تاني وحطي عليهم شويه زيت وملح وفلفل اسود، وعايزه تحطي زعتر حطي زعتر مفيش مشكله. تمام. بصي انا هنا اديتها طبقه حلوه كده من الصلصه، وابتديت اللي انا اوزعها في الصينيه كلها. وخلي وانتي ماشيه بالك في الخطوه ديت ما تغرزيش المعلقه على العجينه، يا دوبك اعمليها كده على السطح كده عشان الخرام اللي احنا عملناها بالشوكه ما تتقفلش المسام بتاعها تاني. هنا كنت وزعت بقى طبقه كده من الصلصه حلوه جدا. جبت عندي بقى اي اضافات عايزه تحطيها حطيها، اي حشوه عايزه تعمليها اعمليها. هما في الاول وفي الاخر احنا اللي هناكل، مش حد تاني اللي هياكل. هنا كنت وزعت طبقه كده من الفلفل على الصينيتين. تمام. بالشكل دوت اللي انت شايفاه. وهبتدي احط بقى آه اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، الزيتون الاخضر. تمام. عايزة تجيبي مثلا من عند السوبر ماركت ب20 جنيه مفيش مشكلة. انت عندك مفيش مشكلة، عندك مخللاه وتعرفي تخليه اخليه. قطعي ان شاء الله تقطعيه قطع صغيرة. كان عندي شوية سجق كده. تمام. مع حتتين 3 من البسطرمة. ابتديت اللي انا شوحتهم في معلقة سمنة، حمرتهم كده وضفتهم على الصواني. عايزة تستبدلي، يعني هنا عاملاها بالسجق والبيتزا، عايزة تستبدلي السجق والبيتزا بقطع من الفراخ مفيش مشكلة. كده خلاص تمام. بصي هنا بقى دخلتها الفرن. تمام. انا كنت مولعة الفرن. اول ما تحسي ان هي اتشمعت من تحت واديتك طبقة، انا هنا دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، الرف الفوسطاني، قعدت حوالي تلت ساعة. بصي اول ما لقيتيها اتشمعت وبقى ارفعي كده على حرف السكينة من تحت، لقيت الأرضية بتاعتها بقت دهبي فاتح، طلعيها وابتدي حطي الجبنة. بالمناسبة الجبنة موزاريلا اكسترا حلوة جدا وبتديك المقطة الحلوة وسعرها مناسب. بصي انا بوريكي، بصي اتشمعت ازاي، ادتني طبقة آه
دهبي كده ايه بسيط. تمام. وانا بقى كنت ايه، كنت عامله بطاطس محمره برضو ضفتها ايه مع مع السجق وانا كنت بضيفه. تمام. هنا بقى لو انت رشيتي الجبنه ودخلتيها على الفرن وهي البيتزا لسه ما استوتش، الجبنه هتفقد المطه بتاعتها ومش هتديكي مطه حلوه خالص. فيستحسن يا حبيبه قلبي، والنصيحه اللي بقولها لك، دخلي البيتزا تاخد لون من تحت اللي هو الدهبي الخفيف وتتشمع. تمام. وتبقى البيتزا ايه خلاص، ليه فاضل لها ايه ثانيه وتبقى استوت. هنطلعها نحط عليها طبقه الجبنه اللي انت حباها. حابه اي نوع جبن، عايزه ميكس جبن، عايزه جبنه موتزاريلا، بس انت ليكي حريه الاختيار. انا هنا كنت ضفت زي ما قلت لك ايه موتزاريلا اكسترا. تمام. انا هنا الصينيتين بالظبط عشان حجمهم كبير خدوا معايا كيلو من الجبنه، ان انا فعلا شبعتها من بطبق الجبنه حلوه جدا. وزعت الجبنه ادخلهم الفرن تاني قد ايه، ما مده 5 دقايق او اقل من 5 دقايق. بصي اول ما احس ان الجبنه خلاص ساحت، ابتديت اللي انا ايه اطلعها. هنا كانوا بقى ايه حبايب قلبي جم من الامتحانات، ويا رب ينجحهم وينجح كل اولادنا، قادر يا كريم، على قد تعبنا ومجهوداتنا وعلى قد تعبهم، وينجحوا. هنا كانوا جم بقى وخلاص، قلت لهم غيروا هدومكم ويلا بقى. وكنت جهزت لهم بقى ايه حاجه ساقعه، وجهزت شويه عصاير وطبق كده من الفشار حلو. تمام. وقلت لهم هاتوا صحابكم اللي انتوا حابين تجيبوهم او صحابكم المقربين، ويلا ونقعد مع بعض ونشغل فيلم حلو كده او نشغل مسرحيه ونقعد ايه نقضي اليوم دوت. تمام. بصي هنا كانت البيتزا طلعت وانا ايه قطعتها وهي سخنه. تمام. بصي بقى نجاح العجينه، بصي التسويه هي سخنه جدا فانا مش عارفه امسكها وهي سخنة. بصي التسويه. ايه رايك بقى؟ منة ربنا بما يرضي الله. على فكره هي لونها فاتح بس عشان انا مشغله لندة الليد على احمر، فهي مدياكي ايه لون دهبي غامق، بس هي لون الدهبي بتاعها ايه حلو. تمام. بص مطة الجبنة، ليه بقى مطة الجبنة هنا؟ عشان خاطر الجبنة ما خدتش تسوية عالية فادتني المطة ديت. لو انت بقى كنت ضفتي الجبنة على البيتزا في الاول خالص وهي لسه عجينة ما استوتش، كانت الجبنة ساحت معاكي وكانت استوت بزيادة وما ادتكش المطة ديت. بص هنا بنتي كانت عمالة تقول لي دوقيني يا ماما دوقيني يا ماما. تمام. وكانت الفرحة بأمانة ربنا ما كانتش سيئة، ان انا فعلا فاجئتهم وقلت ايه ادوق صاحبتها بالمرة. صاحبتها بتقول لي مش معنى انا يا طنط انا كمان عايزة ادوق. قلت لها لا يا حبيبة قلبي تعالي ما ادوقك، يلا بقى نجهز القعدة عشان خاطر ايه نظبط الدنيا. تمام. بصي بقى استنى، انا كنت طلعت ادوق صحابهم اللي بره، وفعلا بالامانه كان طعمها حلو جدا والله العظيم مش شكرانيا في نفسي. العجينه ناجحه جدا، الحشوة كانت إمكانياتها كانت بسيطة بس فعلا كانت حلوة. والجبنة تركاية الجبنة خلي بالك منها. بصي بقى اهي، ادي ايد صاحبتها بتقولي والنبي دوقيني يا طنط بسرعة عشان ملحقتش استطعمها. تمام. هنا بقى كنت طلعت الصينية التانية. بصي بقى الصينيتين احلى من بعض واللهم بارك، كانت حلوين جدا. والله مش عارفة اقول لكم ايه بجد، انا عاجزة عن اي كلام ممكن اقوله من حلاوتها وطعمها. بصي ومطة الجبنة حلوة جدا. بصي هوريكي بقى مطة الجبنة في الصينية التانية. انا يا دوبك بدخلها كده ما بولعش الشواية خالص، هو على درجة الفرن من تحت، الشواية ما بولعهاش نهائيا. تمام. ايه رأيكم بقى؟ لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تضغطوا لي لايك وشير وتعملوا اشتراك لايه مشاركة مع اصحابكم. بصي بقى مضة الجبنة
بذمتكم ايه رأيكم؟ وألف هنا وشفا، ويا رب يا رب يا رب ينجح أولادي وأولادكم جميعا يا رب، وما يضرناش فيهم، ونفرح بيهم كده لحد آخر لحظة في حياتنا، ويا رب يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم. لو حابة بقى تجربي الوصفة قومي يلا بسرعة كده بأقل إمكانيات عندك جربيها.